السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتكم ريحة الدار. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد من دارنا بأجواءنا البسيطة وحكايتنا اللي طالعة من القلب. كل مرة نعيش لحظة نحب نشاركها معكم لأنكم جزء من عائلتي، وريحة الدار عمرها ما تكمل بلا بيكم. حبيباتي توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي راكم عارفين باللي اي انسان يكون في دارهم في وسط عائلته في وسط يمه باباه خواتاته خاوته، ربي يحفظهم منا ويحفظهم لكم ويرحم موتاكم وموتانا وموتى المسلمين. عابالكم باللي كي نكونوا في وسط العائله تاعنا ما حش يكون عندنا الوقت، من كثرة الحكايات ما يخلاصوش، الهضره ما تخلاصش، من بعد تولي مع الشغل، من بعد تولي مع الطياب، من بعد تولي تجري مع هذيك، من بعد عسي ولاد خوك عسي ولاد اختك. فهمتوني؟ تسمى راح يكون الوقت معمر بزاف. ما يجي هذاك الوقت اللي تروبوزي فيه ما تقدري تحكمي لا تليفون لا والو. انا ما نقدر نحكم والو في الاخر، نرقد ديريكت، ما نقدر ندير مونتاج، ما خلاص نحكم هذاك الوقت، نستنى غير وقتاش وليدي يرقد نرقد معاه. نعيا بزاف، نعيا من القصرة، نعيا من الضحك، نعيا من الهضره بزاف. فهمتوني؟ شغل نضل ساكته وحدي في داري، ومن بعد كي نجي لدارنا ماذا بيا نقعد نبروفيتي، ماذا بيا نقعد مع ماما مع خاوتي خواتاتي، نقعد نقصر نضحك نتبهلل. المهم كما شفتوا حبيباتي، نوضت الصباح، فرست لا شامبر باينه، رتبت القش تاعي. هذا الفيديو ما عندوش بزاف بزاف. كي جيت من دارنا كنت نجبد القش من الفاليزه ونعاود نغلق الفاليزه، مي في الاخر عاود رتبت الفاليزات في البلاكار. القش هذاك رتبته لهنا في البلاكار باش هكايا يكون سهل عليا الحال كي نحب نجبد كاش حاجه، ماشي نقعد الفاليزه افتح اغلق افتح اغلق ومن بعد نخاف كاش ما تفسد ولا مام هكاك. شغل تكون سهله خير، نسهلوا الحياة. قلت لكم حبيباتي، رتبت فراشي، من بعد مسحت هذاك البيرو، عاودت رتبت فيه لي برودوي تاعي ودوا تاعي. الحمد لله انني بريت مليح مليح دركا، بفضل الدعاء تاعكم وفضل ربي سبحانه ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. كاين لي كومونتاو لي حتى قالت لي ماما دعات لك، وش نقول لكم يا البنات؟ والله غير بارك الله فيكم وربي يجازيكم كل خير، والله غير قتلتوني بالقدر، حشمتوني بزاف بزاف. المهم ان شاء الله ربي يعطيكم على حسب قلبكم، لانكم صح 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 تستاهلوا كل خير. المهم هذاك القش تاعي اللي كان في الفاليزه الكحله، جبت اي حاجه ما نسحقهاش. البنات فرغوا الخزانات تاعكم، فرغوا خزاناتكم، ما تخليوهمش معمرين. كل ما تفرغوا كل ما يعاود يدخل لكم عجب تاع الرزق، وكل ما تقعدوا مخبيين يقول خلاص ربي سبحانه يقول هذو مخبيين وعندهم ما يسحقوش. فهمتوني؟ بصح كي تمدوا ولا تفرغوا ولا تنقصوا ولا تصدقوهم ما على باليش حرقوهم، راح ربي يشوف بلاكم محتاجين ويمد لكم. كيما انسان يكون يخبي في دراهمه، زعما انا تكون عندي 500 الف نخبيها، نجيب وقت وانا مخبيتها ما نحتاجهاش كامل ما نشري والو، ومن بعد نهار نروح ما نخبيش الدراهم، يقعدوا كل يوم يجيوني 500 الف. زعما وين نصرف يقعدوا كل يوم يجيوني 500 500 500، نقعد غير نصرف ما نخلصش ما نكملش، باسكو ربي على باله بلي اني محتاجه نصرف لهذيك وهذيك يمد لي. بصح دوك انا كي يشوفني خبيت الدراهم يقول هذه ماهيش محتاجة، أي مخبيتهم، خلي لها 500 ألف تاعها خلاص. فهمتوني؟ تسمى أي حاجة تنقصوا راح ربي يزيد يمدلكم وربي يرزقنا كامل. أنا هذه الفكرة تعجبني بزاف. سيكو من داك اختي وحده تاني من داك تحبط الخزانه تاعها كامل، تخلي غير زوج بيجامات ولا حاجه تلبسهم، والباقي كامل تمدهولنا اللي جديد تمدهولنا، وحنا بطبيعه الحال خواتات نلبسوا من بعضنا، تسمى ماشي برانيات ولا. تسمى هي راح تعاود تشري بزاف. انا تندرك وليت ندير هكاك، وليت نجي لدارنا نجيب فاليزه معمره تاع القش، نحيت لي غوب نحيت كلش، حطيتهم داخل لا فاليز وجبتهم لدارنا. قلت لهم صدقوهم، قلت لها ماما حبيتي تصدقيهم صدقيهم، غسلتهم بالماء والملح باش يتنحى عليهم حاجه تاعي ولا ريحتي كما يقول لك، باش اذا راحت عند ناس هكايا ما تلصقش فيهم الطاقه تاعي وخلاص. المهم ما عم كيفاش نفهمكم، هذه لازم لها قرايه بزاف. المهم حبيباتي لهنا كما راكم تشوفوا، بعد ما كملنا تقهوينا ماما صبحت دير لنا في المبرجه يعطيها الصحه، ما عم باليش واش تسموها نتوما، شغل هذاك المبرجه اللي تجي فيها تمر من الداخل الغرس، قهوينا بيها وقصرنا وتمنينا كان ما تخلصش هذيك اللحظة من الضحك والقصرة. وفي ظهري دايما خواتاتي يجي ويباتوا ونتلاقاو كامل كيف كيف، وكل واحدة تحكم شغلها، وهكايا في وقت
قصير برك نكونوا كملنا كلش. انا زعما كي نحكم شومبرا نحكم معها دروج، ولا كي نحكم صالون نحكم معها دروج، فهمت؟ انا معروفه بالسياق كامل. يقولوا لي مام كي كنت صغيره يقولوا لي انت ما ديري والو كي تكون كاش مناسبه، ولا روحي برك سيقي لنا دروج، قعدي برك وسيقي لنا دروج. المهم لهنا بعد ما سيقت دروج تاع دارنا الحبيبه، شحال نحبها شحال نحبها دارنا، ما نسمحش فيها، ما عم باليش شكون يصرا واش يصرا. دارنا سبحان الله نحس فيها حاجه اساسيه، كشغل عائلتي، كشغل تربيت فيها، فيها ريحتنا، فيها ريحه بابا ماما، ما نقدرش نصبر عليها. العائلة هي أول حضن عرفناه وأول ناس حسينا معاهم بالأمان، كبرنا وسط وجوهنا عرفوها وتعرفنا، ناس شافونا نطيحوا ونوقفوا، يبكيوا لدمعتنا ويفرحوا لضحكتنا. ماشي دايما تكون العائلة مثالية، كاين اللي عايش وسط دفء وحب، وكاين اللي محروم حتى من كلمة طيبة. الله يرزقهم ويفرج عليهم. بصح تبقى العائلة هي الأصل، هي اللي نرجعوا لها كي تضيق بينا الدنيا. أنا نعتبر العائلة مدرسة، تعلمت فيها الصبر، القوة، وحتى التسامح، الغفران. تعلمت كيفاش نحب بلا شروط، نحب أي واحد بلا شرط، ماشي حتى يمدلكش حاجة باش نحبه، وكيفاش نتحمل وقت الشدة. العائلة ماشي برك ناس ساكنين معانا، العائلة هما اللي يحسوا بينا بلا ما نحكيو، اللي يدعوا لنا من قلبهم حتى ولو كانوا بعاد. في الأخير نقول لكل واحد يسمعني، إذا لقيت عائلة تحبك وتخاف عليك حافظ عليهم، لأنه العائلة ما تعوضش. وحافظ على باباك ويماك وجيب رضاهم. كسب رضا تاع امك وابوك بزاف، لانه كي تكسب الرضا تاع امك راح ربي يفرش لك الدنيا بين يديك. حتى وين تنخلع ما تقولش ماما غلطة، قالك حتى وين تقول يما غلطة ولا تقولها راكي غلطة وهي صح راهي غلطة، تؤثم، لانه ما عندكش الحق تغالب يماك في حاجة، فهمتوني؟ والله يحفظهم ملنا ويحفظنا عائلاتنا، ويرزق جميع واحد ما عندوش. اللي ماشي كل دار فيها الدفء، كاين ديار فيهم العياط، البرود، ظلم، كلام يجرح اكثر من الموس. كاين ولاد وبنات كبروا هما يتمنوا تعنيقة هك، كلمة طيبة، حتى ابتسامة هكا صافية من ماماهم ولا باباهم، لكن مع الأسف ما لقاوهمش، كانوا قاسيين معاهم. إلا كنت من الناس هادوك ولا كنتي من الناس هادوك، راني نقول لك راكي قوية. الصبر اللي تعيشوا ما يقدروش عليه بزاف، والله ما يقدروا يتحملوه. كل مرة تسكت، كل مرة تكتم الغصة باش ما تجرحش يمك ولا باباك، تحمل الضغط هذا، كل مرة تحبس دمعتك وتقول عادي، تقول تفوت معليش، ليسونسيال ما يزعفوش عليا، راهي تحسب عند ربي وما راحش تروح لك في باطل، وراهي في ميزان حسناتك ان شاء الله. راك تربي في روحك، وراكي تربي في روحك، تبني في شخصيتك وتخلقي فيك انسان يعرف قيمة الرحمة والحنان، لانك ما ذقتيهمش. وماشي عيب تبكي، ماشي ضعف اذا حسيتي بالحزن والكآبة، بصح خليه حزن يبنيك، ماشي حزن يهدمك. وما تنسيش ربي راهو مع المظلوم ومع كل قلب صابر. واذا ما لقيتيش العيلة في دارك، تقدري تصنعي عيلتك مع الناس اللي يفهموك ويوقفوا معك، حتى اذا كانوا برانيين، وتقدري ديري عائلتك فرحانة. يقولك الانسان اللي ما عاش حاجه يقدر يمدها، فهمتوني؟ الانسان اللي ما عاش حاجه ولا ما عندوش يمدها. زعما انايا في عمري ما كسبتش تليفون، زعما ومن بعد نهار نحكم التليفون انا كشغل ما رانيش موالفاتو، يجي واحد يقول لي مديهولو نمدهولو، لانه انايا ما عنديش هذيك العلاقه به من صغري. هكاك الحنان، هكاك الامان، هكاك الحب، هكاك اي حاجه تقدروا تعوضوا بها ولادكم وعائلتكم، وما تعيشوهمش نفس القسوه اللي عشتوها نتوما في صغركم. الله يقدركم باش تخلقوا عائلة سعيدة وفرحانة ومهنية، ويريحكم كامل. وكما شفتوا هذا هو كان الفيديو، هذا هو موضوع اليوم. الفيديو كم شفتوا دارنا شوية وصالو صورته لكم، بصح ما صورت لكمش فيه كلش، وديجا كنا مغطيينه باسكو يجيو الاحفاد ويطلعوا فوقهم وهكاك يعفسوه يوسخوه كامل. ايام ما غطاتو بهذوك يعطيها الصحة ولا غير فكرة، سينو يتمرمدوا. ولا هنايا كنا خرجنا مع دارنا، اختي كانت راح تشرات واحد العفايس لدارها جديدة، وهكذا كان خلاص الفيديو تاع اليوم. وخرجنا فطرنا ورجعنا للدار، تقهويت عند مرت خويا بطبيعة الحال، دارت لنا بنيون يعطيها الصحة ويكتر خيرها. وان شاء الله يكون نال اعجابكم الفيديو، ما تنساوش لايك وابوني وكومنتير وبارتاج لاحبابكم باش تكبر عائلتنا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نحبكم.